يا صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح الهنا على عيونكم. أنا شيماء أخوتي قناتي، أهلا وسهلا في كل جديد شرفني في القناة. قبل ما نبدأ الفيديو حابة أقول لكل لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. دخلنا على المطبخ كالعادة وقلنا يلا نحضر الغداء. هتعملي غدا ايه النهاردة يا شوشو؟ هنعمل كفتة فراخ اقتصادية جدا جدا جدا. بما ان الفراخ يعني ب59 جنيه، يعني ب60 جنيه، لازم ان احنا نوفر بقى. لازم كله يربط الحزام ويبدأ الانطلاق ويبدأ التوفير. فانا ربطت الحزام كده على وسطي وقلت لا، يعني كده بقى الدنيا رايحة في حتة وحشة خالص 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 خالص. فلازم لازم لازم نوفر. نعمل ايه؟ ناكل ربع فرخة، يعني 3 اشخاص هياكلوا ربع فرخة. حلو قوي كده، واحنا كمان صارفين ومكلفين يا جماعة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حطي لي لايك يا اختي، ما تبقيش انتي وربع الفرخة الحزينة بتاعنا. انا هنا رحت طبعا النهارده اشتري فراخ، فلقيت الفراخ ب59 جنيه. 59 جنيه يا ولاد، ب59 جنيه. يا ولاد أنا لسه شاريها اول امبارح اول امبارح اول ب48 جنيه. قالوا لك لا هي النهارده يا اختي ب59. عاجبك تشتري عاجبك، مش عاجبك ما تشتريش. قلت ماشي يا حبايبي هيحطوا اللايك يعني، وقلت يا بنتي اتكلي على الله واشتري فرخة. فانا بصراحة مرضتش اشتري فرخة، قلت اعمل فلحة يعني. ومرضتش اشتري فرخة ايه على بعضيها. قلت لا انا هجيب ايه؟ الصدور ب75 جنيه. مش بانيه صدر بعظمه بلحمه، يعني العظم باللحم بالجلد. ب75 جنيه. جبت ايه؟ صدر فرخة حلو كده، الراجل وزنهولي. مش عارفة والله كان قد ايه، المهم يعني جبت ايه حوالي كيلو. وجيت بقى قطعته نصين، نص كده. خدت الجناحة بالهيكل كده بالرقبة، الجناح يعني بحتة لحمة كده من الصدر. حلو. قلت اعملهم، كان عندي وركين كده يعني بتوع الفرخة اللي قبل دي. قلت هبقى اعملهم معاهم. وخدت بقى الصدر قسمته 2 عشان اعمله بانيه. خدت الربع قلت هعمله كفتة، والربع التاني لا ابقى اعمله بانيه او اعمله شيش طاووق او اعمله شاورما يعني. هعمل منه اي حاجة من الحاجات دي. فخدنا ربع كده صدر زي ما انتم شايفين، مع بصلتين حلوين. كتروا البصل بقى وكتروا الخضار، ما تبخليش على نفسوياتك. مع قرن فلفلة، مع حتة فلفلة حراق بتاع اسمها ايه، الوان صفراء. مع شوية بقدونس. مع فص توم. مع ايه تاني؟ مع حتة جنزبيل. مع طماطمايه. تمام. وجبت هنا ايه حوالي كده رغيف توست، مع نص رغيف عيش طويل كانوا عندنا في التلاجة، خفت لا يترموا ويبوظوا. واحنا دلوقتي مش هنرمي اي حاجة ولا نبوظ اي حاجة. فامسكي على نفسك زي ما قلت لك يا اختي واربطي الحزام. اخدتهم حمصتهم كده في الفرن وجبتهم. لقيتهم ايه احمصوا كده وقرمشوا، وطحنتهم اول حاجة في الكبة عشان هي كانت لسه ناشفة يعني. طحنتهم وبعد كده ضربت الفلفلة مع البصلة مع الطماطم لوحدها. حطيتها في المصفى الصفة. وضربت بقى الخضار اللي هو البقدونس مع الفلفلة مع الفلفلة الألوان، ضربتهم الأول وركنتهم برضو. وجيت هنا بقى ايه ربع الصدر ده الحلو الجميل ده، قطعته مكعبات. وكان في حتة في العضماية ديت قلت لا والله ما انا سايباها، حل في العضماية اطلع منها كل الحتة اللحمة اللي فيها. صلى على النبي بقى عليه افضل الصلاة والسلام. وقول يا رب، يا رب، يا رب ارحمنا برحمتك. يا رب، يا رب الاسعار تقل شوية او تثبت. يعني بصي انا نفسي الاسعار بس تثبت، يعني تثبت، يعني اثبت على وضعك شوية يا برنس. يعني حرام حرام كل يوم في ازدياد. وازدياد ايه يا جماعة؟ ما بتزيدش ربع جنيه ولا نص جنيه. لا ربع جنيه احنا ربع جنيه ده ما عادش من قيمتنا برضو، ولا الجنيه ولا ال5 جنيه. اقل حاجة كده تزيد لها 10 جنيه. يعني من 48 ل59، نطت 11 جنيه مرة واحدة. ده يعني ما شاء الله، حاجة ما فيش أحلى من كده. فإحنا بس نتمنى من الله
ان الحاجة ما تزيدش اكتر من كده بقى. يعني ما ينفعش الحاجة تزيد واحنا نخس. الاسعار بتزيد والبني ادمين بدأوا يخسوا، بدأ يختفوا اصلا. هنسيب الحاجات لوحدها كده مع نفسها. فالله المستعان. قولوا يا رب. قولوا يا رب، لنا الله. لنا الله. يلا الحمد لله على كل شيء. هنا بقى زي ما انت شايفه يا اختي، ضربت كل حاجه، فرمت كل حاجه، وضفت هنا معاها حطيت اللحمه، حطيت الفراخ طبعا. لحمه ايه، نفسي اكل لحمه والله. حطيت الفراخ، حطيت عليها بقى البقدونس مع الفلفله، حطيت عليها معلقه نشا، حطيت عليها ال العيش اللي احنا محمصينه وطحنينه مع بعض. بهرت بقى كمون، كزبره، فلفل اسود، بابريكا، فلفل بتاع شطه، قرفه، كمون. حطيت كمان بهارات من بتاعة الفراخ المشوية من ماجي. حطيت شوية ملح. وهبقى اصفي كمان البصل ده، اصفيه خالص من المية بتاعته هو والطماطم، واضيفهم على الخلطة دي. حطيت كمان معلقة نشا، وحطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر. ماشي. وهضرب كل ده مع بعضه بقى. اضربي كل ده يا حلوة طعمة كده زي ما انت نفسك تضربي اللي بيعلوا الأصعاب. ضربت كله مع بعضه، فرمته. وبعد كده انزله بقى في البولة بتاعتنا عشان نصبعه. حطي له لايك واشتركي في القناة وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفه انا تعبانة ازاي؟ صوتي تعبان والله. تعبانة جدا. وقاعدة يعني اسجل الفيديو اهوت عشان حبيبتي وصاحبتي واختي اللي بتتفرج عليا هتحطي لي لايك وتشترك في القناة. انا عارفة. انا عارفة تبقاش هي والاسعار عليا ابدا. تبقاش هي وسعر الفراخ عليا ابدا، لا. هيحطوا لايك انا متأكدة. المهم ويشتركوا في القناة كمان ويشاهدوا الفيديو انا متأكد. عشم في ربنا كبير. وانا ان شاء الله واثقة. واثقة وعندي ثقة كبيرة جدا ان ربنا ان شاء الله بإذن الله هينصرني على الاعداء. وان شاء الله بإذن الله ان قناتي في يوم من الايام هتكبر وتبقى قناة مليونية كده بإذن الله. انا عندي ثقة في ربنا، وان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ربنا يحقق لي منايا ده ان شاء الله بإذن الله. المهم، تعالوا بقى ايه نرجع. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بقى هنا ايه بعد ما ضربتها وفرمتها كده، جيت اصبعها بصراحه لقيتها ايه يعني انت ممكن تصبعيها عادي خالص. يعني انا صبعت واحده قدامكم اهيت، ممكن اصبعها عادي خالص. بس انا حسيتها طريه شويه. فقلت لا يا بت، انا كده كده نازله رايحه مشوار. فقمت ايه لما احطها في التلاجة. ماشي. اسويها بس كده واحطها في التلاجة على ما اجي. سبتها في التلاجة حوالي ساعة كده على ما روحت مشواري وجيت. ولما جيت بقى كانت مسكت نفسها واتشمعت كده كويس. وبعد كده هبدأ اصبعها بقى، تتصبع معايا بمنتهى السهولة. ما تفكش خالص من على المعلقة. ممكن تصبعها على المعلقة، ممكن تصبعها عندك لو عندك سيخ من بتاع اللحمة صبعها عليه. لو عندك عصيان من بتاعة الشيش طاووق صبعيه عليها. لو عايزة ما تصبعهاش خالص وتعمليها كده بإيدك بس كده، يعني تاخدي كده تعمليها دواير، كور قصدي. تعمليها طويلة بس كده براحتك. يعني هي جميلة والله وطعمة. وكمان موفرة وريحتها كانت حلوة جدا وهي في الفرن. ربع فرخة. ربع صدر الفرخة. عمل كمية حلوة جدا. احنا ما شاء الله 3 يعني وكلنا منها. وكانت حلوة جدا 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 وكلنا لغاية ما شبعنا يعني. الحمد لله الحمد لله. يا رب ديمها نعمة يا رب، واحفظها من الزوال يا رب. وطعم كل جاع على وجه الأرض. لا بصراحة الواحد كل لحد ما شبع. وكانت حلوة وربنا مليها بركة. وكانت مليانة بركة كده وكانت ما شاء الله يعني كتيرة. فانتي بس ايه سمي على الحاجة. وبنية كده الفرج، وبنية ان ربنا كده يبارك في الحاجة. وبسم الله تبدأي حاجتك هتلاقي ربنا طرح لك فيها البركة. وربع الفرخة هيعمل لك غدواية حلوة جميلة وتاكلوا بألف هنا يعني. بصراحة كانت حلوة خالص. المهم هنا بقى صبعتها زي ما انتم شايفين كده. وبدأت ايه انا صبعت حوالي 3 4 وحدات كده اللي معايا على المعلقة. وبعد كده عشان كنت جاية من بره بقى وكان الوقت اتأخر.
وكانوا مستعجلين بصراحة على الغدا، عايزين يتغدوا. قمت قايله يا بنتي بقى ايه، صبعي الباقي كده على ايدك يعني، ودخليها بقى الفرن. دخلتها الفرن، ما حطيتش معاها اي حاجه غير رشه زيت زيتون بس من فوق، ودخلتها الفرن. مولعه الفرن من فوق ومن تحت، ماشي، من الشوايه ومن تحت. حطيتها في الرف اللي في النص وسبتها مع نفسها شويه، حوالي نص ساعه، تلت ساعه. كانت احمرت وطلعت وكانت زي الفل، مستوية، حمرية، شكلها كان حلو قوي، ريحتها كانت قلبة الشقة بصراحة، ريحتها كانت حلوة قوي، طعمها كان حلو قوي. ما شاء الله الصابع يعني مالي مركزه كده وتختوخة وحلو، يعني الواحد ياكل له صابع اتنين ويحمد الله عليه. ناني طبعا جت جري كانت جعانة جدا، جت خدت الصينية كانت سخنة خالص، قعدت تلعب كده قدام الكاميرا شوية بالكفتة، وكان طعمها حلو جدا وكانت ريحتها كمان حلوة جدا. اقول لكم بقى في رعاية الله وحفظه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخكم مطبخ شوشو اغا. مع السلامة، باي باي. ناني بتقول لكم هي ممتازة، باي.